مباراة الترجي التونسي والهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة في دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024. حظوظ تأهل الهلال السوداني والترجي التونسي إلى الدور القادم، دور ربع النهائي، دور الثمانية. السلام عليكم ورحمة الله. انت كمتابع لهذا الفيديو اكتب لي في التعليقات توقعاتك للمواجهة المرتقبة ما بين الهلال السوداني والترجي التونسي. اكتب لي توقعاتك في صندوق التعليقات. عندنا المجموعة الثالثة اللي بتضم بيترو أتلتيكو الأنجولي والترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي وأيضا الهلال السوداني. لعبنا في هذه المجموعة 5 جولات كاملة ومتبقي جولة واحدة على نهاية دور المجموعات. في الجولة الأولى كان نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي فاز على الهلال السوداني 1 مقابل لا شيء، والترجي التونسي كان فاز على نادي النجم الساحلي 2 مقابل لا شيء. رحنا للجولة الثانية، الهلال بيفوز على الترجي 3 مقابل 1، وفي نفس الجولة بيترو بيفوز على النجم 2 مقابل لا شيء. في الجولة الثالثة النجم بيفوز على الهلال 1 مقابل لا شيء، وفي نفس الجولة بيترو بيتعادل مع الترجي 0 مقابل 0. في الجولة الرابعة كان الترجي تعادل مع بيترو مرة تانية 0 مقابل 0، والهلال السوداني بيتعادل مع النجم الساحلي 1 مقابل 1. أما الجولة الأخيرة اللي لعبت منذ أيام، الجولة الخامسة، الهلال كان تعادل مع بيترو أتلتيكو 0 مقابل 0، ونادي الترجي كان فاز على نادي النجم الساحلي 2 مقابل لا شيء. ليصبح ترتيب المجموعة الثالثة حاليا قبل مباريات الجولة السادسة بيترو أتلتيكو في الصدارة عنده 9 نقاط وفرق 3 من الأهداف موجب هدفين. نادي الترجي التونسي في المركز الثاني ب8 نقاط ومعاه فرق هدفين. الهلال السوداني في المركز الثالث عنده 5 نقاط وصفر من فارق الأهداف. النجم الساحلي في المركز الرابع والأخير عنده 4 نقاط وسالب 5 من فرق الأهداف. عندنا الجولة السادسة إن شاء الله هتكون يوم السبت 2 مارس 2024 2/3/2024. عندنا مواجهتين في نفس التوقيت وفي منتهى الأهمية. المواجهة الأولى ما بين نادي الترجي التونسي والهلال السوداني، والمواجهة الثانية ما بين بيترو أتلتيكو الأنجولي والنجم الساحلي التونسي. طيب مواجهة الترجي والهلال معروفة ان هي مهمة جدا على التأهل الى دور ربع النهائي. طيب مواجهة النجم الساحلي وبترو اتلتيكو مهمة ليه؟ اقول لك بترو اتلتيكو في مباراة النجم عايز يثبت صدارته للمجموعة، عايز يفوز عشان يفوز بصدارة المجموعة، لان في حالة خسارته وفوز نادي الترجي هيفقد الصدارة لصالح الترجي التونسي، وبالتالي مباراة بترو اتلتيكو والنجم الساحلي مهمة ايضا وستشهد متابعة كبيرة، لان لان نادي النجم الساحلي ممكن يفوز على نادي بيترو اتلتيكو ويساعد شقيقه نادي الترجي التونسي اذا فاز على الهلال السوداني انه يتصدر المجموعه. لكن المباراه المهمه واللي هيكون عليها التسليط الاعلامي الكبير هي مباراه الترجي التونسي والهلال السوداني اللي هتتلعب يوم السبت 2/3 زي ما قلت لك، الساعه 9 بتوقيت السودان ومصر، الساعه 8 بتوقيت تونس، على ملعب الحمادي او حماد العقربي برادس في تونس. الحكم هو الجابوني تانجاي باتريس، هو اللي هيحكم المباراة، حكم صغير في السن. حظوظ التأهل زي ما قلت لك بيترو أتلتيكو الأنجولي ضمن التأهل إلى ربع النهائي دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، ولكن البطاقة الثانية حائرة ما بين الهلال السوداني والترجي التونسي. الترجي التونسي بصفته مستضيف للمباراة يفوز في المباراة يتأهل إلى دور ربع النهائي. أيضا التعادل يخدم الترجي التونسي ويكفيه للتأهل إلى دور ربع النهائي. يبقى الترجي التونسي عنده فرصتين، إما الفوز ويتأهل إما التعادل ويتأهل. أما نادي الهلال السوداني اللي عنده فرصة وحيدة وهو الفوز على الترجي التونسي كي يتأهل إلى ربع النهائي. إذن الموضوع سهل وبسيط، الترجي يفوز يتأهل، الترجي يتعادل يتأهل، الهلال السوداني يفوز يتأهل. هو ده حظوظ التأهل للفرقتين. عايز اقول لك ان بيترو اتلتيكو هيسعى ايضا للفوز عشان يضمن صدارة المجموعة، وبالتالي مباراتين في منتهى القوة
نجم الساحلي ضد بترو اتلتيكو، والترجي ضد الهلال السوداني. اذكرك بالانديه اللي تاهلت رسميا الى دور ربع النهائي: نادي سان داونز الجنوب افريقي، نادي مازيمبي الكونغولي، اسك الايفواري، الاهلي المصري، يانج افريكانز التنزاني. لكن الجوله السادسه فيها مباريات في منتهى القوه: الوداد امام اسك والفرصه الاخيره، وانتظار هديه جالاكسي البوتسواني امام سيمبا التنزاني. ايضا صراع الصداره ما بين سان داونز الجنوب افريقي ومازيمبي الكونغولي. ايضا صراع الصداره ما بين الاهلي المصري ويانج افريكانز التنزاني. وايضا مباراه التاهل الى ربع النهائي ما بين الهلال السوداني والترجي التونسي. اكتب توقعاتك في التعليقات، لا تنسى عمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.